أهلين، كيفكم؟ الكب كيك من كم يوم كتير عجبن، فاليوم حأعمل لهم كب كيك مرة تانية بس بنكهة الموكا. بكل بساطة مثل أي كيك دايما في لأي نوع كيك مقادير سائلة أوكي ومقادير جافة. المقادير الجافة حأخلطها معكم هون أوكي، وبعدين أنا حأخلط المقادير السائلة وأضيف السائل على الجاف. حنبدأ أول بالمقادير الجافة. حنزل الطحين، شايفين هذه التكتلات؟ هيدي بتخرب الكيك، فعشان هيك أنا بحب إني أنخل. عندي السكر البني، طبعا السكر البني مع الكب كيك هذا كتير بيلبق، إذا بتحبوا حطوا سكر عادي. شايفين التكتلات هاي اللي بالسكر؟ طبعا أنا إيدي نظيفة، حأبدأ بس هيك أخلط بخفة أوكي. عندي نص كوب حليب، حطيت عليه معلقة من الخل، معلقة طعام أوكي. حأتركن بس حس إنه بدأ الحليب يفصل ويكون تكتلات، هذا معناها أنا بديت أحصل على باتر ميلك. في الوقت اللي عم بستنى فيه الحليب يتحول لباتر ميلك راح أبدأ أجهز صينيتي. شوي شوي وأنا عم بحرك، شوي شوي وأنا عم بحرك. شوفوا الحليب كيف صار معي، هذا هو الباتر ميلك. هلا أنا بدي أمزج كتير منيح هذا الخليط لأنه الحليب لسه فيه تكتلات. حنزل خليط القهوة فوق الزيت والبيض والحليب، حوسع هيك بالنص عشان ابتدي نزل المزيج السائل. اول شي تلت الكمية، يعني حنزله على 3 اجزاء. لاحظوا يا جماعة كيف بنزل السائل هيك بهالشكل عشان ينتشر بكل مكان. انتبهوا تماما انه خليطكم لازم يكون ما في اي طحين، والريحة يا جماعة عجيبة. معلقة الايس كريم اوكي. بدي اعبي قوالب الكب كيك، بدي احاول انه تكون الكميات قدر الامكان واحدة عشان الاستواء بالفرن، ما في قطعة تستوي قبل قطع. شايفين المزيج ما احلاه بشهي. خلصت عندي كل الكمية، على قد طلعت 12 حبة كب كيك. هلا انا شو بعمل؟ بس هيك بحاول اني بس رتب سطح الكيك. حطيت الكب كيك بقالب او بصحن شبك مخرم عشان الحرارة تنزل وما يصير اسفل الكب كيك هيك رطب. شو ما شاء الله، شايفين حبات الشوكولا الهدايا اللي بتطلع جوا؟ بسم الله. واو، طري هش من جوا، الطبقة اللي فوق هيك كريسبي خفيفة، تاخد العقل مع جرعة السعادة. تناغم الاثنين، برافو برافو، جود تشويس.